سلام يا سلام، شكرا يا ثريا، شكرا. صح نسختين. ألف عافية يعطيكم يا رب. شكرا لكم يا موفدين، والله الله يسعدك. هذا إهداء لكل أب وافي، ولكل أب يقف مع أبنائه، ولكل أب في وجه الأرض. أقول أصرف لك تحية أدعس مسلم. أعوذ بالله لا تفكر الجاجة. اقسم بالله نزل اخبار انا وياك عبد العزيز. زار خلاص ربك والله ابغى اصور نفسي. شو اسمه فصلت اخر الاسطى عبد العزيز الغامدي. اليوم والله العصريه طيب. شفت ايه ثريان ثلج. ايه تدري متى؟ من احنا نقول يا امي ومن هناك يا ساتر 3 دقائق من 4 دقائق. بس يا عبد الهادي، بس عشان المشاهدين يصيرون معانا، عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد تدشين هذا العمل الجميل والرائع. الشباب ما شاء الله كل يوم ويوم ما شاء الله تبدعوا لنا في الاعمال الجميله والرائعه، ان شاء الله عقبال ما نشوفها ان شاء الله في الاسواق ان شاء الله باذن الله، ويكون هذا المكان فاتحه خير عليكم ان شاء الله. نكمل هذه السهره الجميله التي بقي فيها دقائقها الاخيره مع ضيفنا في هذه السهره الشيخ يوسف الشامي. بعض الشباب كثرت ربما الاحلام والرؤى ما بين رؤيه وحلم. هل ممكن يا شيخ يعني خلينا نقول في بعض المعلومات اللي ممكن مهم جدا يعرفها المشاهدين الكرام عن مسألة الرؤية والأحلام؟ هل في معلومات مهمة؟ هل في بعض الرموز نقول ثابتة في الحلم أو تختلف يعني مع اختلاف الوقت والزمان؟ والله أنا أقول سبحان الله الإنسان مو كل رؤية يعبرها. مو كل لا رؤية؟ يعبر كل رؤية، يعبر الرؤية اللي تكون مبشرة، أما الغير مبشرة أو يشوف فيها تحزين فالأفضل يستعيد من الشيطان ولا يعبرها ولا يخبر فيها أحد. هل فعلا يعني كما هو يعني معلوم أنه كل إذا فسرت وقعت؟ والله شوف هو يقولون أن الرؤية على جناح طائر أو رجل طائر، إذا عبرت وقعت. وهذا الآن صعب، بس تعبيرها الصحيح مو تعبيرها سبحان غير صحيح. لاحظ الآن إنسان يعبر رؤى يعبرها مرة ومرتين وثلاثة ما تقع عليه، فيأتي سبحانه يفتح الله على معبر فيعبر له فتقع عليه سبحان الله الرؤيا. أي التعبير الصحيح تقع عليه، مو أي تعبير يجي سبحان الله فتقع على الإنسان، التعبير الصحيح. وليس في ملامحها، يعني مثلا لو مثل ما ذكرنا قبل شوي لو واحد شاف نفسه ساكن في قصر وكذا وكذا مو بدليل انه ممكن يكون غنى. اي مو غنى ولا انه دليل يسكن قصر، قد يكون امر الرؤيا هذه تبشر بالاخره اصلا. ايه يعني طيب ناخذ بس لو سمحت لي من ذا وبجي لك انا. سم. اي شيء حزين شوفه يعني ما يحس. يعني هل كل شيء حزين؟ لا انا بقول لك شيء، الرؤيا لما تسال فيها تسال من فيها من ناصح او عالم. ناصح او عالم بتعبير الرؤيا، ما تسال في اي واحد، لان بعض الناس قد يضرك. لو سالت سبحان ناصح او عالم قد يدلك على الطريق الصحيح، قد يقول لك لا تعبر هذه الرؤيا تراها ما هي طيبه لك. وقد لو كان راى الرؤيا وفيها تحزين لكن فيها بشاره قد يعطيك البشاره ويترك الشيء المحزن. إيه؟ لكن في بعض المفسرين للاسف هداهم الله يجيب لك الحزين يجيب لك اياها كلها بتفاصيلها ودقه الرسول يقول عليه الصلاه والسلام دائما طمن المسلم في بعض في موضوع الرؤيا، فاحنا دائما ندور الامور اللي تكون في الكتاب والسنه والمنهج الصح. جميل. ناخذ من طيب يا شيخ يوسف الله يعطيك العافيه، انا بسالك في موضوع يمكن خارج الحلم. الشخص اللي ينام في نومته طبعا يذكر اذكاره ويقرا ايه الكرسي، وفي النوم يجي بشكل مستمر يقوم من النوم يتكلم من النوم يفز. ويتكلم نفسه واحيانا يمشي يعني يطلع من غرفته يروح لمكان ثاني وهو نايم ما يحس بالموضوع اللي هو فيه. بعضها قد تكون انا معلش انا ملاحظ من اسئلتك ومن كلامك ومن وجهك سبحان الله انك كانك سبحان الله في شيء مضايقك. فانا اقول سبحان الله اي انا اعلمك بعض الامور قد تكون نفسيه. كيف نفسيه؟ يعني انت تعاني اللي يغبي عليها انت تعاني من اشياء نفسيه ممكن او امور نفسيه او زعل او غضب او حاجه مزعلاك في واقعك. ففي المنام سبحان الله ممكن تسوي حاجات غريبه، تتكلم تناقش سبحان الله تتحرك، هذا قد يكون طبيعي وينطبق على حديث النفس زي حديث النفس. طيب لكن في امور ثانيه ما اعتقد انها موجوده عندك، يعني ان شاء الله ما في موجوده. هم انا رحت الشيخ وقرا الشيخ وقال ما في شيء يعني واضح، ولكن اي شخص منا سواء حاضر او غايب ويتابعنا لابد انه يقرا آية الكرسي واذكاره قبل ما ينام. صحيح. انا اقرا آية الكرسي واذكاري قبل انام، لكن يقولون يمكن تكون وراثه. لا الحاله هذه. فانا سالت الوالد قال يمكن جدي الله يرحمه رحمه الله عليه كان نفس الطريقه. يقوم يروح يجي من نومه. والله انا اقول ما اعتقد انها وراثه.
لكن احنا قلنا شيء الان، الانسان لما يحصن نفسه بالاذكار خلاص يصير عليه حصن، صح ولا لا؟ هذا الحصن كيف يفتح؟ يفتح بالمعاصي والذنوب. يعني الانسان تاتي عليه بعض الاوقات مثلا قرأ الاذكار وحصن نفسه ثم جاء شغل موسيقى وقعد. مثلا شاف له فتح شاف له منظر مو طيب. الشيطان يراقبك الان يبغى عليك مدخل، خاصه الشيطان يجي عن طريق العين والحسد، يبغى عليك مدخل، شافك محصن ما قدر يدخل عليك. فلما يشوف المعصيه هذه عليك سبحان الله يبدا يدخل من مكان اللي فيه المعصيه. يعني نقول الان الاذن يسمع فيه الغناء قد يدخل من الاذن. الخشم سبحان الله يشم فيه شيء غير طيب، الدخان، الكلام، اكل الربا، اكل حرام، هذه مداخل للشيطان في اماكن في جسمك، فتحات في جسمك. الغناء يدخل من الاذن، نظر الحرام يدخل من العين، اكل الحرام في الفم يدخل من الفم. هذا الفرج برضه يحصل فيه شيء غلط، برضه يدخل مناطق سبحان الله اللي هي فيها المعصيه، اللي تحصل المعصيه، يدور ايش الامور المعصيه يدخل منها. فالانسان اذا حصن نفسه الافضل شيء يكون على طاعه. يعني انا حصنت نفسي الان، جيت انام بعد التحصين استغفار ذكر وانام. ان صار ما صار لي حاجه فهذا الله حفظني. ان حصل لي حاجه سبحان الله وانا محصن فاعرف ان الله يختبرك ايمانك، يختبر ايمانك، فاشكر الله واحمد الله واستمر على ما انت عليه. الحمد لله. بس للمعلومه يا شيخ، ما عندك انت حساب في تويتر ولا لا؟ لا ما عندي التويتر، عشان بعدين ما حد يعتقد انه. طيب ناخذ سؤال راح السؤال. طيب سم بس شوي عبد العزيز ارجع لك. سم البكاء في المنام يا شيخ. البكاء له تفاسير طيبه كثير جدا. مثلا حتى كذا في البكاء احيانا في المنام كانك فقدت شخص تبكي عليه، شخص عزيز عليك. إيه؟ الحمد لله. هو هذا بعض المرات يكون من حديث النفس، تحب لك انسان او تعز انسان تكون معاه او تفكر فيه فتنام فترى انك تبكي عليه تستفقده، هذا من حديث النفس. لكن في امور ثانيه، البكاء يبشر اول شيء بمغفرة الذنوب، ويبشر سبحان الله بالتوبه والرجوع لله والندم على ما راح وعلى ما حصل. طيب احيانا يكون البكاء بعض من مرات لا سبب، يعني ما تصحى ما تدري ايش انت كنت تبكي عليه. والله لها تفاسير ثانيه، في له البكاء له تفاسير كثيره، خاصه في مجال الرقاة ومن بس اكثر تفاسيره طيبه يعني. واكثر تفاسير البكاء تكون طيبه باذن الله، بس اسال الله ان يجعلنا من التائبين والعائدين ونندم على ما صار. طيب خاصه اللي يبكي في المنام النوم يكون في دموع بس في راحه، خاصه اللي يبكي الحمد لله هذا ان شاء الله تفريج كربه. غير كذا احسن رؤى اللي تاتي فيها البكاء رؤى سماع القران الكريم. لما تيجي مع ايات سبحان الله، الايات اللي فيها التبشير، ايات التبشير مو ايات الوعيد، ويسمعها الانسان ايات التبشير سبحان الله العظيم، ويصحى من النوم سبحان الله وهو يبكي سبحان الله او دموعه تنزل، فهذه بشاره طيبه. يعني هذه الامانات بعض الناس يقوم سبحان الله صدره منشر. يعني احد الاخوان يقول لي صحيت من النوم سبحان الله ابكي، يحلف بالله يقول ابكي، وجلست شوي وصرت ابكي، قعدت مع زوجتي وصرت ابكي، زوجتي تسالني ايش فيك؟ بقول ليش؟ يقول بعد ما ايه قرانيه سمعتها بالقران تبشر بخير فصحيت صدري منشرح فابكي من انشراح، فهذه كلها بشاره طيبه. طيب اذا صح وكان يكرر ايات يعني ما بكى ولا شيء؟ على حسب الايات، ايش الايه كان يكررها. حتى في المنام الان تيجي ايات نبي نعرف ايش الايه اللي يكررها. كلام الله كله خير الا بالاشياء البعض مرات تكون وعيد، تكون فيها وعيد للكفار او للظالمين او للظلمه سبحان الله، هذه فيها اشكال واسال الله يسر. يعني هذه الرؤى ما تعبر الا للشخص بنفسه يعني. طيب بس عشان بس المشاهدين نعطيهم تفسير الحلم بيوم القيامه. والله شوف تسمى هذه المنامات تسمى رؤى الحق. يوم القيامه، اهوال القيامه، عندك عذاب القبر، هذا سبحان الله الاهوال يوم القيامه، هذه تسمى رؤى الحق. الجنه، النار، كل تسمى هذه رؤى الحق. كيف يعني؟ فهذه رؤى يعني رؤى في اشياء حقيقه حتصل طيب. حق باذن الله. فهذه رؤى كلها تبشر بخير. يوم القيامه قد يكون راعي المنام كان الله يقول له ارجع توب ترى قرب الموت، ارجع لربك، اكثر من الصلاه، اكثر من العباده، فيرى يوم القيامه فيكون سبحان الله تنبيه له وشيء يقول له اصحى من الغفله انت فيها باذن الله. او يكون رجل صالح فالله يخوفه في المنام عشان يرجع ويبادر بالعباده والطاعه ويترك التقصير باذن الله، والله اعلم. طيب ايضا ذكرنا احنا يا شيخ مساله انه اللي يكذب في الرؤيا يعتبرها يعني كذب على الله. في كثير ناس يستهينون رأيت وهو ما رأى يعني. بعضهم ماخذها من باب المزح، حتى ما نكلمهم يقول لك والله كنت امزح، وهذا ما في لعب فيه، ما في مزح. وبعضهم ياخذها سبحان الله من باب انه في حاجه في نفسه يبي يسويها. بعض يعني اتذكر انا احد الاخوان قال يا اخي انا رأيت كذا 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 كذا، فانت يا شيخ عبر لهم كذا 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 عشان اني انا ادعوهم انصحهم. قلت لا يا اخي
انا ما اقدر اعبر لهم كذا كذا عشان تدعوهم صح، لا انا بعطيهم اذا في الرؤيه بعطيك التعبير الصحيح وبكيفك تبي انت تسوي طيب ايضا في احد الاسئله اللي يحلم انه توظف وهو اصلا عاطل عن العمل. قد تكون بشاره له وقد تكون حديث نفس. باعتبار انه يعني يفكر يبحث عن الوظيفه وقد تكون بشاره له باذن الله بالوظيفه. طيب في احد من ذا بعد نكمل المشاهدين بس ناخذ ابو زيله. انا شيخ يوسف رأت امي في المنام طبعا مع الطاعه اني امشي في مكان زي الصحراء وكذا عليه طاقيه ومعي زي القماش الابيض وافل من القماش الابيض واخليه وراي. فقالت الوالده يعني ليش ترمي القماش في الارض؟ فقلت لا خلي لا تحركينه. فتقول صحيت على الفجر، تقول مرتين تكررت علي انك تمسك القماش تمشي والقماش ينزل وراك ابيض. الحمد لله المنام ان شاء الله اسال الله ان يجعلك من يتبع السنه باذن الله ويجعل الناس ينقادون اليك باتباعك السنه، فانا اقول ان شاء الله ان الرؤيه يا تبشرك بعلم يا تبشرك باتباع السنه باذن الله، واسال الله انه يختم لك بالصالحين. الشيء الثاني هذه ذريه صالحه وعيال صالحين باذن الله، واقول الله اعلم دعاء امك يصلك ويتبعك باذن الله، واسال الله يسلمك. ان شاء الله يجي ولد قريب ان شاء الله. اسال الله يرزق الذريه الصالحه. اسبوع تقريبا كذا ان شاء الله. والله ما اقدر اقول اسبوع. طيب يا شباب عشان احنا في تكرار الرؤيا مهاجمه الاسد ايش تعتبر بالنسبه الاسد رؤيه الاسد لها عده تعابير. قد يكون موظف وقد يكون رجل ويعاني سبحان الله من رجل ظالم او رجل يتابع ظالم يريد ان يؤذيه او يريد سبحان الله او مدير كبير فوقه او شخص كبير فوقه يريد ان يخرب عليه او زعلان منه او زي كذا. التعبير الثاني طبعا اسد انت عارف الاسد ملك الغابه. صحيح. وملك الغابه في معشر الجن من هم سبحان الله اقوى شيء في معشر هو العفريت. فبعضها تعبير يتكلم عن الشياطين والجن وعن هذا تعبير للرقاة والمرقات والمعالجين، والتعبير الثاني أن رجل قد يكون عنده شخص كبير أو شخص معروف أو شخص مسؤول قد يتابعه ويريد فيه شر، لكن ما دام هرب ولا قبض على الأسد ولا مسكه فبينجي الله بإذن الله. الحمد لله. قبل عشان ما باقي الا الدقائق الأخيرة مثل ما أنتم عارفين عشان احنا باقي معنا التقرير حق الليلة عن يوم أمس بنشوف التقرير لكن بعد ما نودع شيخ، لكن إذا في سؤال واحد بسيط. طيب سؤال بسيط طبعا هو بسيط. طيب ابشر بسعد سامع ابشر سامع وين تشتغل؟ خلاص يلا. طيب بس بعد ما نخلص الشباب ناخذ التقرير. افضل. سامع يا عبد الهادي. شلون اتعلم تفسير الاحلام؟ بيجي انا بعد شفته يعني بسؤال يمكن اخر، هل استطيع اني اصير مفسر او احلام؟ شوف تعبير رؤى توفيق من الله مره حلق هنا. هذا اول شيء. الشيء الثاني هو ينمى بالعلم. لا هنا في كاميرا يعني يكتسب عن طريق العلم سبحان الله ورموز الرؤى وما الرؤى وتفسيرها، لكن هو اول شيء توفيق من الله. يعني زي الشاعر زي الشاعر او زي برضو طالب العلم او الشيخ او طالب علم، لكن سبحان الله هي موهبه من الله وفتح من الله. والدليل سبحان الله اذا الانسان كثر من الاستغفار والطاعه والخير والذكر فتح الله في المجال عليه زي خاصه المعبر بعض مرات تشكل عليه بعض الرؤى. يعني في احد المعبرين يقول اشكت علي رؤيا ما عرفت اعبرها، فيقول صليت وسجدت لله ودعيت، يقول ما رفعت راسي سبحان الله وسلمت الا جاء التعبير في صدري فعبرت الرؤيا هذه. فقد مرات سبحان الله يتعلم الانسان بس ما حيكون لان المعبرين انواع. المعبرين